ناس طلبت ان احنا نعمل اكل خفيف، فاحنا هنعمل اكل خفيف بس على القلب مش على المعده، وقررنا نعمل لكم محل كبده ومخ بس في البيت. جمدان كده كده بجد هتدعوا لنا. لازم تجربوه بالطريقه دي. هلو جوانتي ادخل في الموضوع على طول. فلاح. مالهم الفلاحين؟ لا يعني مش قصدي فلاح اللي هو معنى ماما فوقي بقى يعني مش قصدي فارمر اللي هو الفلاح اللي هو مزارع. ايوه قصدي فلاح اللي هو يعني انا اسف خلاص انا ما بفهمش. معانا معلقه طماطم مبشوره ناعم جدا او معلقه صلصه، بس مش صلصه اللي هي معلبه مسبكه، لا يعني طماطم مضروبه في الخلاط او معصوره، يعني معلقتين عصير طماطم، معلقتين عصير طماطم. بصلايه مبشوره ناعم جدا او معموله في الكب، يعني المهم انها تبقى انعم ما يكون. زي ايه؟ طماطم مش عشان بقى ليكي فانزات وكل شويه حد يقول لك ازيك عامله ايه انا بحبك خلاص هتتنفخ عليا انا امدك. مفيش الكلام ده. معرفكش خلاص ما انا كمان ليا فانزات يا حبيبتي وهيدعموني. هفتح قناه اسمها مؤمن بس من غير بريق. ماشي يا ماما بس صراحه تفشل وقننك على بيك يا عسل انت ما تثبتنيش. نص ليمونه، تقول نص ليمونه لا والنص التاني. طب اهو الليمونه كامله. توم بقى احنا مجهزينه في التلاجة، معلقه توم على فلفل بقى. توم على فلفل. احنا هنعمل لكم. استني ليه اصبر مش بس هتحط توابل؟ استنى. طب نقلب كله مع بعض معلش النظام خالف تعرف فين خالف اهو. هنقلبها تاني يا مؤمن. اتغيرت قوي. توابل بقى لو سمحتوا اسمعوا كلامنا بعد اذنكم. بص بالحرف، توابل بالحرف الواحد. التوابل بقى ايه بقى؟ ملح ده ظبطوه يا عم حسب ذوقكم، سيبنا لكم ملح اهو. فلفل اسود معلقه حلوه كده، بابريكا برضو معلقه حلوه، معلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره بصل باودر، وشويه كمون كويسين يعني معلقه صغيره جدا كده. نديهم ميكس كده. ايوه ننزل بقى بايه؟ نص الكميه. برنس يا ماما ست الحبايب. ممكن اقلب بقى ولا في اعتراض؟ لا توت ميه بقى في شاي. بعد ما قلبنا بقى كل الخليط مع بعضه هناخد نصه. بدك تمسكوا تعالوا نوريكم عملنا ده وده ازاي. ايه العلاقه؟ انا عايزاه للمخ. ايوه ما انت تعرفيهم ان احنا هناخد نصها للكبده ونصها للمخ. ما هو ده بقى احنا هنشيل نصها لما نيجي نعمل مخ هنقول اللي خدناه. خلاص هنشيل النص. عارفه انت بتزعق. مش بزعق انا بس بلفت نظركم عشان تاخدوا بالكم. ناخد الكبده، والكبده ما بنغسلهاش يا دوب بس بنصفيها من الدم كده وفي الخلطه على طول. صح يا اما؟ صح يا مامي؟ يعني من ياما لماما يا مامي. حاول نجمل الشكل بس. نركنها على طول. ايه تركن ساعه كده فيه. هو انا قلت ايه؟ ما انا بقول نركنها. لا ما قلتش هندخل نطبخها. لازم احط التست بتاعي. هنركنها على جنب حوالي ساعه كده ولا حاجه. صح يا اما؟ كانت مامي. يا ماما بصي اقول لك حاجه، اهم حاجه التنويع. ايوه صح. ثم انا بقول لك حاجه غلط؟ لا طبعا. بس اذا صوت تحجان مفيش منه اتنين. كل ده في المخ. طب بالذمه اصل احنا الاكله دي بالنسبه لنا صراحه يعني فخامه. جبنا مخ كده شطفناه شطفه حلوه كده. شبه مخ البني ادم. كل المخاخ شبه بعضها. كل ايه؟ المخاخ. بعد كده هنسلقه. تعالى اقول لك على حاجه. والله هقول لك. انت عارف المخ في المصمت اسمه ايه؟ المخ في المصمت؟ اسمه ايه؟ لما يجوا يندهوا يقولوا انا عايزين مخ، يقولوا عايزين ايه؟ هتعقل مخ. اسمه فكري. والله في المصمت لما تقول عايز مخ يقولوا عايز فكري. على النار شويه ورق لورا، نص طماطمايه كده وجزر، معلقه فلفل، بصلايه صغنونه جدا كده، معلقه ملح، وننزل بالمخ اول ما الميه تبدا تغلي. واول ما الميه تغلي بالشكل ده هنعد من 1 ل10 ونطلعه على طول. هنطلعه على ميه فيها تلج على طول. بعد ما برد العروق الدم دي لو سحبناها كده بتطلع معانا. انتوا مش تقدروا تشيلوها كلها، بس شيلوا اللي تقدروا عليه وبالراحه على المخ عشان ما يتهريش. هناخد بقى المخ الجميل بتاعنا نقطعه شرايح. انا بقسمه بس في ايه؟ هو انت مسؤول التقطيع؟ ايوه. ويعني وانا في ايه؟ يعني ارفع حاجه تقدروا. بصوا عاوزينها بالحجم ده كده بالظبط علشان لما تستوي تبقى تحفه. نجيب البوله بتاعتنا وهننزل بالمخ. طبعا احنا بنتحرك معاه بالراحه خالص عشان ما يتهريش مننا. التتبيله بتاعتنا التتبيله السايله مش التوابل. هنحط عليها بقى معلقه دقيق بيضه بقى هننزل بيه بقى المخ بتاعنا. الخطوه دي بالراحه جدا جدا جدا. هنقلبه بس بالراحه على قد ما تقدروا لان هو بيتلكك عشان يبوظ. لازم تجربوه بجد هتدعوا لنا. ما تدعوا لنا من غير ما تجربوا.
لا وبرضه عشان الدعوه تبقى كبيره نركنه بقى على جنب ونحضر ايه الكفر الخارجي. واعملوه بالطريقه تجيبكم من الرده صراحه، اصلا بيبقى ساعات فيها تراب كتير قوي يعني كده، سيبكم من تراب، بس الكفر ده طعمه احلى بكتير بكتير بكتير. وهيعجبكم اكتر. حوالي ربع كيلو بقسماط، معلقتين دقيق ذره وده عشان القرمشه، وحوالي 4 معالق دقيق كبار. توابل الجافه بقى بتاعتنا الحبه اللي ركناهم هنحطهم على الخلطه دي. قلب المخ اللذيذ. انت اللذيذ يا مؤمن. يلا ناخد مخايه 2 3 بقى. بنوريهم. طيب ماشي، ناخد يا جماعه خدوا مخايتين 3 عشان ماما ما تزعلش. معلقه الدقيق اللي احنا حطيناها على باقي الخلطه اللي كنا هنحطها على المخ دي بتخلي الكفر الخارجي يلزق فيه عشان يقرمش كده وما يفصلش ويبقى تحفه. صفي كده ونحطه هنا. خدوا بالكم ان المحلات بتعمل طبقه تخينه جدا، ترجعه تاني وتحطه في الدقيق عشان يوزن معاك. احنا عاوزين نستطعم طعم المخ اكتر من الكفر الخارجي بتاعه، فاحنا بنحطه مره واحده بس. بعد ما خلصنا المخ بتاعنا كده على جنب، نيجي بقى للكبده زمانها شربت التتبيله وبقت تمام. في نفس الدقيق والبقسماط والتجهيزه بتاعت المخ، يا دوب بس لو في حاجه كده شيلوه كده وخلاص. وممكن نصفيه يعني عادي مش مشكله. ناخد كبدايه نحط كده دوسها بسيطه برضه، نطلعها 100 100 100 100 مع احترامي للكبده الشرقاوي، بس احترامي بقى. مفيش قنبه ولا قطعم ولا حاجه الا من الحاجه اللي بتتعمل في البيت صراحه. كده خلصنا المخ بكبده، يلا على التسويه. المخ محتاج نار عشان ما ينشفش من جوه. هنقليه في طاسه في زيت سخن جدا على اعلى نار عندكم، واول ما ياخد لون بالشكل ده هنطلعه. بعد ما خلصنا المخ هننزل بالكبده برضه زيت ساخن جدا. والكبده مش بتتقلي، هي يا دوب بتتشمع ونشيلها على طول، يا دوب تبقى باللون والشكل الجامد ده. لا هو انا مش عايزه ادوق، انا عاوزه ما تدوقيش، سيبيني ادوق. بصي انا ممكن ادوقهم كده وخلاص عشان ايه، عشان بس وجود الطحينه والطماطم مخليه. فاحنا بقى ايه بقى، بصي عشان هي حته الكبده اساسا الاساس مفيش حد بيعمل كبده ابدا بالطريقه دي، كله بيعملها برده. وانا الصراحه يعني برده حلوه طبعا ما نقدرش نقول لا، بس مش تحفه زي دي. بجد انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي في الكبده، سواء هتعملوا الكبده لوحدها او المخ لوحده او الاثنين مع بعض يا جماعه. هتنبهروا. بصوا المخ عامل ازاي، قشطه. بنتي في البيت ما بتحبش الكبده، بس بالطريقه دي قررت تاكلها. بجد والله العظيم بقيت ازهق من كتر ما بفكر في الحاجات دي. بس هي جامده، نعمل ايه طيب. والمخ يا مؤمن يا نهار ابيض، شويه طحينه بقى. هو طحينه، هو قشطه وشارب قشطه. ماما انا بحب المخ قوي. وانا بحب المخ قوي. لا انا بحب المخ والكبده بجد. الف هنا مقدما، بس والله العظيم جربوه بنفس التكات دي ونفس الطريقه دي، مستحيل تندم. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين ودمتم سليم.